احنا النهارده لسه مستمرين معاكم في كلية العاصمة ويوم الوفاء. طبعا كان لنا لقاء مع الإعلامي مصطفى أشرف، مقدم برنامج مع الناس، ابن القناطر الخيرية. طبعا هو غني عن التعريف طبعا معانا وزميل على المستوى الشخصي. هنسمع منه يوم الوفاء بالنسبة لابن من أبناء القناطر الخيرية. أهلا بيك. اهلا بيك. الحمد لله. اول ما موجوده دلوقتي في المناطق الخيريه، بلدنا وبلدي بنتشرف طبعا. نتكلم الاول نقول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العام الميلادي الجديد 2023 وبمناسبه يوم الوفاء. نقول ان يوم الوفاء هو يوم العطاء. يعني يوم العطاء هو تكريم لأهل العطاء اللي بذلوا مجهود ومجهودات طويلة جدا خلال فترة الخدمة بتاعتهم. فاحنا فعلا بنكن لهم كل الاحترام والتقدير على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة اللي اشتغلوا فيها وادوا فيها عطاء للمواطن وللوطن، ونقول لهم شكرا 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 ونرفع عليكم بعض. وانت ايه رأيك برضه يا أستاذة زينب؟ طبعا انا عايزه اقول اولا طبعا بشكر جدا جدا القائمين على التكريم العلامي كبير مجهود عدنان. بشكرهم جدا على دعوتهم للتكريم. وطبعا النهارده برضه كان لي الشرف ان انا قابلت زميلي وصديقي في احدى الاعلام الكبير. طبعا رأي مهم جدا بالنسبه للوفاء وهو من ابناء المحافظه. طبعا انت قلت رايك كشاب. طيب انت برضه عايزاك برضه تقول لي رايك كنقابه. هل انت مش بنتكلم عن النقابات ولكن بنتكلم عن كل مؤسسه طلع منها ابن من ابناء العطاء اللي بذلوا مجهودات خلال فتره الخدمه بتاعتهم اللي هو يتكرم. احنا ما بنتكلمش على نقابه، احنا بنتكلم على كل نقابه، كل مدرسه، كل مؤسسه. احنا مثال بسيط جدا لما في مدرسه مثلا عندي تكريم نقابه الاعلامي لما بيجي زميلنا يدفع والله في تكريم وهكذا. كل مكان بيبقى فيه اهل العطاء او في واحد يتفرج على المعاش فعلا تكريما لمجهوداته اللي بذلها خلال فتره الخدمه، ثناء وتقديرا وبنرفع عليهم القبعه طبعا. طبعا ده اكيد احنا فعلا بنطالب بكل مكان، سواء نقابات سواء ادارات اي مكان، زي ما انت فعلا قلت حتى مدرسه تكرم ابنائها، تكرم العاملين، تكرم مشوار السنين اللي قاموا طبعا بعطاء داخل المكان